أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني بإذن الله. بدايتنا مع منهج الصف الأول الإعدادي، طبعا منهج جديد اسمه Beyond Words، يعني ما خلف الكلمات. تعال نشتغل في البداية كده من المذكرة أو الملزمة اللي عملها مستر حمادة حشيش. تعال نشوف بقى في يونت 1 موجود معانا زمن الماضي البسيط. طبعا زمن الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل، مع او باضافه دي او اي دي او اي اي دي مع اربع كلمات. تلاقيه الاربع كلمات المشهورين طبعا لانهم yesterday, last, ago, in the past. ولو حبيت تنفي الزمن فانا بحط didn't قبل الفعل واجيب الفعل فين؟ في المصدر. ما عدا verb to be اللي was بتبقى wasn't، where تبقى weren't، ده نفي خاص. اما السؤال بهل فبنقدم did على الفاعل وارجع الفعل للمصدر، بجيب did واجيب كمان مصدر الفعل واحط علامة استفهام. تعالى يا حبايبي نشوف التدريبات اللي معانا على الماضي البسيط. choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. what did she، طبعا did أو didn't هات المصدر، did أو didn't هات المصدر، فأنا هقول do. they last night watching TV. they طبعا هنا عندي كلمة last وأنا قلت أربع كلمات، تلاقيه yesterday, last, ago, in the past. يبقى أنا كده يا شباب بدور على التصريف التاني للفعل، فهقول spent. he study and went out، وخرج. طبعا هنا went ده فين؟ في الماضي، يبقى الفعل برضو اللي الناحية دي هنا يكون في الماضي، فالماضي من say said. she always early when she was at school. was هنا في الماضي، يبقى أنا هختار فعل برضو في الماضي، وقلنا الماضي والتصريف التاني للفعل بإضافة دي أو اي دي. how you go last month. طب انا عندي يا مستر هنا last، ايه اللي خلى دي جو مش went؟ did، لان did او didn't هات المصدر، did او didn't هات المصدر، يبقى انا هقول له هنا انا هختار did. when I was young، when I was young عندما كنت صغير. I often my grandpa when he was alive، عندما كان حي. I often visited. الله، وليه ما اقولش visit؟ علشان هنا بيكلم عن شيء انتهى. سامي happy، طبعا هنا طالما دي صفة يبقى انا بختار verb to be. be في المضارع am is و are، لما تيجي ماضي تبقى was او were يبقى هقول wasn't. I my lunch I went to the club. عايز يقول انا تناولته، يتناول يعني have. طب اخدها هاف يا مستر؟ لا، هنا هقول هاد التصريف الثاني للفعل. we a new movie last weekend. last يبقى انا عايز تصريف ثاني، يبقى اقول له we saw. they تصريف ثاني من هاف يبقى هاد. did او didn't هات المصدر. طب المصدر فين؟ يا ترى هو send ولا sent؟ لا يا شباب، المصدر هو اللي بيتضاف له اس، يبقى انا الفعل في المصدر اسمه ايه؟ سند ومضاف له اس. اختار دي؟ لا يا مستر، انا اختار المصدر بس اللي هو سند. ده في حاله ان انا مش عارف سند المصدر ولا سنت هي الايه؟ هي المصدر. لاست نايت الليله اللي فاتت، هي عايز ماضي بسيط من هاف هاد. 2 days ago طبعا من الكلمات الداله على الماضي البسيط وبيجي قبلها مده زمنيه. he met الماضي من meet. when she was in Alexandria she always in the sea. طبعا هقول swam عامت او سبحت. نيجي بقى للسؤال الثاني واللي بيقول correct with the correct form، اكمل بالصيغه الصحيحه. ونروح لاول سؤال معانا بيقول the actors الممثلين wear masks. طبعا هنا عايز wear دي في الماضي، فهقول له الماضي يا شباب بتاع wear هو برافو عليك wore W-O-R-E. الماضي بتاع wear هو ايه؟ wore.
I buy. لا ده انا عايز الماضي يا مستر من باي ايه. تمام انا سامعك وانت بتتكلم. bought اشترى. she go انا عايز الماضي من go. برافو عليك. went شاطر. where did they did او didn't هات المصدر، يبقى انا هقول له المصدر بتاعي اسمه live. did او didn't هات المصدر. the boy الولد left غادر. when علي was young he هقول بقى تصريف تاني للفعل فهقول ايه؟ برافو swam. she always walk لان عايز الماضي يا باشا فاقول walked احط لها اي دي walked. طيب did you ready دي يا شباب ايه؟ برافو صفة فانا هقول له ايه؟ were you ready لارا عايز الماضي من ate. they used to بيجي بعدها المصدر فهقول له study. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.